بيومي فؤاد من أزمة لأزمة. فبعد أزمته الأخيرة مع الفنان محمد سلام واللي حصل في موسم الرياض، بيومي فؤاد بيواجه أزمة جديدة وأزمة كبيرة. ويلا بينا نشوف تفاصيل الفيديو. والتفاصيل بتقول ان الفنان بيومي فؤاد بعد ازمته الاخيره مع زميله الفنان محمد سلام واللي حصل في موسم الرياض والعك اللي عكه، بيومي فؤاد بيواجه ازمه جديده وهي ازمه فيلمه الجديد كارت شحن اللي محققش اي ايرادات. وان فيلم كارت شحن بمجرد ما نزل السينمات محققش اي ايرادات، وفي اول يوم حقق 165 جنيه فقط. وده طبعا بسبب مقاطعة الجمهور لبيومي فؤاد، وخصوصا بعد اللي عمله في موسم الرياض. السعودية وليه الشرف. عشان نقدم فننا، احنا مش جايين نضحك، احنا جايين نقدم فننا. احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا. شيء عظيم ان الفنان يبقى له جمهور في كل الدول. شيء عظيم ان انا اخرج اتصور مع شاب سعودي، اتصور مع سيده سعوديه وهي تعلم ان انا مصري. انا بشرف بلدي. من حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا. انا وكل زملاتي دول احنا بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم. كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم. احنا بنقدم فن، احنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. لو الموضوع كده يبقى في فنانين من ايام نجيب الريحاني لغايه محمد انور المفروض ينتحروا. احنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم يا فندم. انا اسف احنا اتظلمنا والله، احنا اتهنا واتظلمنا واحنا جايين نقدم فن. اقسم بالله احنا مش. اما الجمهور فاعتبر تصريحات بيومي فؤاد في الفيديو اللي سمعناه ان هو اهانة للفن المصري والفن العربي، وكمان اهانة لكل زمايله الفنانين، وان هو مش رايح يقدم فن لكن ان هو رايح بيتسول. وان ازاي بيتكلم على صاحبه او زميله في الفن محمد سلام وهو مش موجود، وانه محمد سلام ما غلطش ولا اي حاجه في الفن ولا قال اي حاجه تجرح الفن في اي شيء، لكن هو عبر عن رايه بكل صراحه واعتذر بكل شياكه. محمد سلام وبيومي فؤاد اشتغلوا مع بعض في اكتر من جزء في مسلسل الكبير قوي مع الفنان الكبير احمد مكي، وان بينهم ايام حلوه كتير وعشره وتفاصيل كتيره جدا، فالجمهور مصدوم. ومع بعض هنستعرض الفن اللي بيقدمه بيومي فؤاد، وعايزه رايكم في الكومنتات. عظيم ان انا اخرج اتصور مع شاب سعودي، اتصور مع سيده سعوديه وهي تعلم ان انا مصري. انا بشرف بلدي. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا. انا وكل زملاتي دول احنا بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم. اما عن فيلم كارت شحن فتسبب في خسائر ضخمه جدا لكل صناع الفيلم، مش بس بيومي فؤاد اللي منهم هالة فاخر، سامي مغاوري، والفنان الشعبي احمد شيبه، والفنان صبري عبد المنعم، والفنان محمد ثروت. وبالفعل تم سحب فيلم كارت شحن من السينمات لانه حقق خساره كبيره جدا. ويا ترى الجمهور هينسى الغلطه دي لبيومي فؤاد؟ يا ريت تكتبوا لي رايكم في التعليقات. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم.